السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عملت كوكيز بجد طعمه حلو جدا واقتصادي قوي قوي. الفكرة اللي خلتني أعمل الكوكيز في البيت إن احنا جبنا كوكيز من بره من المخبز، جبناه ب35 جنيه وكان ما يعديش إلى 20 واحدة. أنا بقى عملت 180 واحدة وبطريقة اقتصادية قوي قوي وطعمه أحلى من بره بكتير جدا. تعالوا يلا نشوف ايه الطريقة. جبت كوباية سمنة بدرجة حرارة الغرفة، ممكن تستبدليها بزيت أو زبدة زي ما تحبي. يفضل ان هي تكون بدرجة حرارة الغرفة، ما تكونش من التلاجة عشان تتضرب معاكي بسهولة. بعد كده تحط عليها كوباية من السكر البودر، مش سكر حبيبات، حطيه في مصفى عشان يتصفى كويس قوي. طبعا بيبقى فيه تكتلات كده شوية، خلي بالكم، فيفضل ان انتوا تعملوه في مصفى واضربوه بالمضرب، او ممكن عادي تقلبوه بمعلقة بحيث ان حبيبات السكر ما تكونش ظاهرة خالص. السمنة والسكر يندمجوا كويس قوي مع بعض، والسكر يكون بودر ما يكونش حبيبات عشان ما يظهرش معانا في الكوكيز. حط عليهم بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا، فانيليا سايلة او بودر، بس يستحسن في البسكوت يتحط فانيليا بودر، وقلبيهم كويس قوي مع بعض. وهاتي كده من الارضية بتاعت البولة بحيث تتأكدي ان الارضية ما فيهاش اي حاجة. عليها معلقتين صغيرين من النشا ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، عليهم 3 كوبايات من الدقيق ويقلبيهم كويس قوي. وبرضو هاتي من الارضية بحيث ما يبقاش فيه تكتلات متراكمة تحت، والمكونات بتاعتك اتقلبت كويس قوي. هنا ما كانش المفروض ان انا افضل اقلب بالمضرب، جبت المعلقة سيليكون او اي معلقة عندك وقلبيها كويس قوي. بس لما تحطي الدقيق ما تفضليش تقلبي بيه المضرب اليدوي، هاتي معلقة وقلبي بيها، هتبقى معاكي سهلة قوي. وكمان الافضل اغسلي ايدك كويس قوي وقلبيها بايدك، اللي هتلاقيه العجينة كده لمت معاكي. سوري بقى، قلبت هنا بايدي عشان تلم معايا اكتر، وهتحس بيه قوام العجينة اكتر لما تعجنيها بايدك. انا حسيت ان هي كانت لسه محتاجة شوية دقيق، بس قلت مش هضيف الدقيق الا لما اقسم العجينة نصين عشان هضيف الكاكاو. لما اضيف الكاكاو هتظبط معايا، واسيب بقى البيضة لوحدها ابقى اضيف عليها الدقيق. قسمت بقى هنا العجينة نصين، في نص هضيف عليها معلقة دقيق اللي هي اصلا هتكون بيضة، واللي انا عايزاها بالكاكاو ضفت عليها معلقة كبيرة من الكاكاو. يبقى انتي ما تضيفيش دقيق الا لما تقسميها نصين وتضيفي الكاكاو، واشتغلي بقى على اللي انتي سايباها البيضة اللي انتي هتعمليها. ضيفي بقى الدقيق لحد ما تظبط معاكي. هنا زي ما انتوا شايفين ضفت عليها معلقة الدقيق وقلبت، لقيت الحمد لله العجينة بقت مظبوطة معايا. جبت بقى الشوكليت شيبس وحطيته في طبق لوحده، قعدت انزل بالمعلقه. بعد كده قلت ايه، انا احط كله، بعد كده لو اتبقى حاجه ابقى عينه، بس اتبقى شويه زنطتين خالص. هاتي بقى الصينيه اللي هتدخليها الفرن، حطي فيها شويه زيت وادهنيها كويس، وهاتي بقى العجينه وغطسيها في الشوكليت شيبس وحطيها في الصينيه. هنا بقى الكوكيز الابيض اللي هو كوكيز الفانيليا كبير اكبر من كوكيز الكاكاو. طب ليه؟ احنا حاطين معلقه صغيره من البيكنج باودر، دخلته الفرن زي ما انتوا شايفين طلع لقيته نفش قوي ما شاء الله. فانتي هتعملي ايه بقى، هتعملي كوره صغننه خالص، ما تكبريهاش، كوره صغيره بحيث ان هي مش هتنفش معاكي للدرجه دي. لو انتي بقى بتحبيه كبير ليكي حريه الاختيار، انا بحبه صغنطوط كده زي بتاع المخابز، وفي برضو بيعملوه كبير، مش كله بيعملوه صغير. او كمان بالرغم ان انا عملته كبير طلع لي 180 واحدة. زي ما انتوا شايفين سهل وبسيط خالص، حلو قوي. وما تنسوش معلقة النشا، انا حاطة معلقتين صغيرين يعني معلقة كبيرة، دي اللي هتخليلك الكوكيز مقرمش خالص. مقادير بسيطة خالص زي ما انتوا شايفين، وممكن تعملوا نص المقادير دي، يعني هتستخدموا كوباية ونص من الدقيق، ونص كوباية سمنة او زبدة او زيت، ونص كوباية من السكر، وبيضة واحدة بس. هي مقاديرها بسيطة خالص، وهتعمليها تحبيها تطلب منك كتير في البيت ومن كل اللي هيدوقها. ولو عجبتكم الطريقة ما تنسوش تعملولي لايك وشير، تفاعلوا مع الفيديو. باي باي.